يا جماعة ايش رايكم؟ تينن كل ما تنحط بالثلاجة أحلى وأحلى. أنا ما حطيته أقصدره واحدة واحدة، لكن ترسته وايد من السيرب، من الصلصة مالته، ينحط بالثلاجة حتى يعني من الليل تسوونه. غطوه عشان لا ينشف الجوز الهند، فالباقي هذا حطوه. قلت ما ينحط بالثلاجة كل ما يكون أحلى. نذوق، لازم نذوق. طبعا هذه كيكة الترند جوز الهند، أنا البرازيلية وايد أشياء غيرت فيها، وايد حطيت يعني شوفوا أنا ما أبي أخرب هذا. هني صلصة، هم ما يحطون جوز الهند المبشور، أنا حطيت كم، ما حطيت حليب، حطيت علبة واحدة حليب، لكن حطيت الباقي كله حليب جوز الهند. اللي يحب جوز الهند ونكهة جوز الهند يسويها. كل ما تبرد كل ما يكون أحلى. عليكم بالعافية. راح اسوي الكيكه البرازيليه. طبعا راح اسوي معها الصلصه، راح اسوي صلصه برا شيء منه وشيء اسقيه، لكن انا راح احط كل المكونات من جوز الهند. ما اعتقد اكو حد ما يحب جوز الهند. طبعا راح استعمل البودره، واستعمل السائل اللي هو العلبه هذه، حطيت علبه ونص. راح شيء احطه بالكيك وشيء بحطه حق الصلصه، وبستعمل المبشور، وبستعمل هذا النوع اللي عجيب. انا لما اشوفه نازل باللولو او باي مكان اخذ 3 4. قيمته كم؟ يعني ما ادري كم قيمته، يمكن دينارين وشيء. فحلو. شويه سكر، عندي 3 4 بيضات. طحين راح احط 2.5 او 3. وراح حق الصلصه اللي السيرب راح احط زبده، اوكي، وراح احط تقريبا كوب سكر، وبعدين وهو يختلط راح احط معاه شويه زيت، وبضيف ال4 بيضات. يلا خلاص. حط شويه زيت علشان بس شويه تعطيه اكثر بياض. كبشتين. هذا البيض، شوفوا شلون صار البيض، الخليط كله ابيض. خلاص الحين راح اسكه، والحين كله شغلي راح يصير بالسباتشولا. راح احط الطحين، واحط الجوز الهند، واحط السوائل البيكنج باودر، كله بالسباتشولا. خلاص. شوفوا الخليط ايش حالاته، ابيض حلو. وطبعا ما ننسى رشه الملح. خطوط حلوه كذي، وراح يدخل الفرن اللي على تقريبا 150 160 على حسب كل واحد وفرنه. يمكن ياخذ له نص ساعه و5 دقائق. ما راح احط 3 انواع من الحليب. راح احط حليب السائل عادي، وراح احط حليب جوز الهند ضروري ضروري. انا اللي اشوفه يمكن بس هذا يحطون او شيء ثاني يعني، لكن انا ابي يصير وايد يعني طعم جوز الهند. عندي تقريبا نص علبه هذا الكوندنس ميلك، اي شيء الحليب مكثف اي نوع تحبونه انتم. اوكي. وراح اسوي انا كميه كبيره لان كيكتي كميه كبيره. اوكي. وراح احط بعد معاه شنو عشان اعزز النكهه؟ بودره جوز الهند. البودره اي نوع تبحون. اني انا حطيت الحليب بس راح احط البودره بعد. جماعه انا سويت تقريبا كميه 3 مرات مضاعفه. شوفوا حتى حطيت اخر شيء جوز الهند المبشور، لاني انا شيء نصه ابي اسقيه ونصه بخليه وقت التقديم الناس لما يجون يقدرون يحطونه. حلوه الكيكه هذه، حلوه ان تكون مشربه، تكون ما يكون بيها بس، لكن يعني هذا حليب جوز الهند وحليب عادي وبودره حليب جوز الهند ومبشور جوز الهند، يعني راح تكون مطعمه حيل حيل مركزه في جوز الهند. وهذه طبعا الكيكه لما دفت شويه، هذا هو. انا هذا وايد طبعا، انا ما راح احطه كله، راح احطه بعدين وقت التقديم اخليه اشربه. وبحط من جوز الهند، تشوفون شويه